الفيديو ده بقى هيرجعنا للزمن الجميل، هيرجعنا كده لحاجة كلها بتفكرنا بالأيام الحلوة والزمن الحلو، أيام جدتي وجدتك. هنعمل مع بعض المحوجة. طبعا كلنا عارفين المحوجة أو اللقمة الصفراء. هنعملها إن شاء الله بطريقة سهلة ومقادير مبسطة جدا. تقدري تعمليها بمنتهى السهولة. كل التفاصيل وكل حاجة جوه الفيديو. اسمعوا الفيديو من أول لآخره عشان تستفادوا منه. هنبدأ مقاديرنا مع بعض، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ مقاديرنا سوا. اول حاجه عندي نص كيلو دقيق جميع الاستخدامات. بنزل عليه بكوبايه من المحوجه او 8 كيلو من المحوجه، ومعلقتين من السمسم، ومعلقه من حبه البركه، ومعلقه صغيره مليانه بيكنج باودر. كده المقادير سهله وبسيطه جدا اهي. وبعد كده هقلب المكونات الجافه دي كلها حلوه قوي مع بعض. ومهم جدا جدا رشه الملح بقى، تعودنا كل حاجه لازم رشه الملح فيها بالشكل ده كده. هقلب كل المكونات دي عندي بالطريقه دي، وهبدأ بقى أنزل على المكونات دي بالمادة الدهنية اللي عندي. أنا استخدمت الزيت، عندي كوباية زيت يكون نوع نضيف، أهم حاجة يكون نوع نضيف ملهوش ريحة. وهبدأ أنزل عليهم كمان بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي. طبعا بتغير الطعم معاكي خالص، لو موجودة مش موجودة هنكتفي بالزيت بس. هبدأ بقى مش أعجن، لأ، هبدأ أبس الخليط ده مع بعضه زي الكعك بالظبط، كأنك بتبسي كعك. اخلي الدقيق اللي عندي كله متغلف بالمادة الدهنية اللي عندي بالطريقة دي كده. شايفين بقى كله شارب من الزيت اللي عندي. هبدأ بعد كده انزل بكوباية من السكر البودرة بالطريقة دي، وهقلب كده تقليبة خفيفة. وبعد كده هنزل عندي بكوباية من العسل الاسود بالطريقة دي كده. هبدأ انزل عندي بكوباية من العسل الاسود، هعجن عندي المحوجة بتاعتي. وكده انا خلصت معاكم المحوجة خلاص. مفيش اسهل من كده، يعني بمنتهى السهولة عملنا محوجة في دقايق. بقت عندي بالشكل ده، بتبقى عجينتها مفرولة شوية، تتساوى لما نبدأ نحطها في الصاج بتاعها تتساوى معانا. هوريكم ازاي. بعد كده هجيب عندي صاج 30 في 40 من غير اي مادة دهنية ولا اي حاجة، هي فيها المادة الدهنية. وهبدأ افرد عندي المحوجة بالطريقة دي. بتبقى عجينتها مفرولة، بتبقى مفرولة بالشكل ده. وهبدأ افردها عندي بالطريقة دي. وبعد كده هجيب كوباية بالشكل ده كده، وابدأ امشي بيها على الصينية بتاعتي عشان اتأكد ان انا فردتها صح ومظبوطة ومتساوية في كل الاماكن بالطريقة دي كده بمنتهى السهولة. انا كده سويت عندي الصينية بتاعتي، الصاج بتاعي، يعني مفيش اسرع ولا احلى من كده. تقدري تقسمي الخليط ده في صينيتين مقاس 24 لو ما عندكيش الصاج ده بالطريقة دي كده. هبدأ بقى حابة تحطي على الوش شوية سمسم على شوية حبة البركة، يا سلام، مش هيقولوا لا. هنزل بقى بشوية سمسم بالشكل ده وشوية حبة البركة، وهرجع تاني اديهم فردة كده بالكوباية اللي كانت معايا علشان اثبتهم على وش المحوجة. عندي الفرن بقى بكون مشغلاه على درجة حرارة 180. هحط الصينية من تحت الاول، تبدأ الاحرف بتاعتها تاخد معايا لون تصفر شوية. هفتح عليها الشواية، بس اوعي بقى تغلطي غلطتي. هقولك انا غلطت ايه دلوقتي. بالطريقة دي انا بثبت حبة البركة والسمسم على الوش من فوق، وهروح بيها على الفرن. طيب لا، قبل ما اروح على الفرن هنعمل ايه؟ لازم تقطعيها، لازم تقطعيها. هتقطعيها بالطريقة اللي انت عايزاها. عايزة تقطعيها مثلثات، عايزة تقطعيها مربعات، سمبوسة، اللي انت. بعد كده بقى هدخلها الفرن. مش هتقعد معايا بالظبط حوالي يعني من 30 دقيقة ل 35 دقيقة. طلعت معايا بالشكل ده. يعني مش عايزة اقولك حلاوتها وطعمها وجمالها. بتبقى طعمها حلو قوي، قريبة من البسكوت شوية، قريبة من الكيك شوية. حلوة جدا جدا، ان شاء الله هتعجبكم. انا غلطت ايه بقى غلطتي؟ انا نسيت بس فتحت الشواية ونسيت ثواني، اخدت اللون الغامق سيكا معايا ده. بس حلوة قوي برضو، جميلة وطعمها حلو، مش مغير في طعمها ولا حاجة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. باي باي.